لو قلت لك ان 90% من المشاريع بتخسر مش بسبب الفلوس، لكن لانها داخله الملعب من غير خطه. اهلا بيك في ملعب البيزنس. هنا هنعلمك ازاي تلعبها صح. انا احمد ابو المعاطي وده ملعب البيزنس، وهنا هنعلمك تلعبها صح من دراسه جدوى لاداره مشروع وتحليل السوق كمان. وخلي بالك البيزنس زي الكوره، لو نزلت من غير خطه هتضمن الخساره قبل ما الماتش يبدا. ودوري هنا ان اجهزك تكسب الماتش. تابعني لان كل فيديو هنا هيجنبك خساره كانت ممكن تضيع عليك الماتش كله. انا دكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح. لو قلت لك ان 90% من المشاريع بتخسر مش بسبب الفلوس، لكن لانها داخله الملعب من غير خطه. اهلا بيك في ملعب البيزنس. هنا هنعلمك ازاي تلعبها صح. انا احمد ابو المعاطي وده ملعب البيزنس، وهنا هنعلمك تلعبها صح من دراسه جدوى لاداره مشروع وتحليل السوق كمان. وخلي بالك البيزنس زي الكوره، لو نزلت من غير خطه هتضمن الخساره قبل ما الماتش يبدا. ودوري هنا ان اجهزك تكسب الماتش. تابعني لان كل فيديو هنا هيجنبك خساره كانت ممكن تضيع عليك الماتش كله. انا دكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.